أحيانا الواحد فينا يطالع أهل الدنيا ويظن أنهم مستانسين وهو تعيس. يشوف بعض البيوت قصور وبيته قديم وصغير، يقول أنا انحرمت من النعيم. منو قال لك النعيم في القصر؟ ومن قال لك النعيم في السيارة الفارهة؟ ومن خدعك فقال الراحة النفسية باللبس الكشخة؟ ومنو قال لك الطمأنينة بالقلم الغالي؟ ومن خدعك فقال أن السفر والمتعة على الدرجة الأولى وفنادق 5 نجوم هي سبب الراحة النفسية في هذه الدنيا؟ من قال لك؟ لا 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 لا. سليمان عليه السلام يوم من الأيام يطير مع الريح، سخر الله له الريح. فجأة وهو طاير بالريح كان في فلاح يحرث الأرض، رجل فقير مسكين يحرث الأرض. يعني شفتوا الفرق بين صنعة واحد، شو أقول لك، يعني واحد مثلا ميكانيكي أو يخم الشارع، عمل شريف. لكن عند بعض الناس أن عمل هذا حقير ولا شيء. أنا قاعد أخم الشارع وآخر شيء يعطوني 20 دينار، مرة يعطوني مرة ما يعطوني. إنسان قاعد يخم الشارع ويشوف واحد وزير مار بسيارة فارهة، شوف كم معاشه، شوف العلاوات، شوف الدنيا وشوف السفرات. هذا لما يشوف هذا شو يقول؟ يا ليتني مثله، يا ليتني عندي وظيفته وعندي فلوسه وعندي. سليمان عليه السلام أغنى رجل على وجه الدنيا، أعطاه الله ملكا لم يعطيه أحد من الناس. الريح سخرت له، يطير بالسماء، واحد فلاح ما عنده إلا الزرع، يطلع ويأكل، إذا ما طلع مات من الجوع. وهو يحرث الأرض نظر إلى سليمان فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. عندهم ملك، إحنا ما عندنا شيء. الصوت وصل لسليمان، نزل إليه سليمان عليه السلام قال له أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم. ما حد يخاف من سليمان لأن سليمان عادل. قال نعم أنا الذي قلت كذا وكذا. قال يا فلان والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات. شنو الباقيات؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه الباقيات. الباقيات أنك تقعد في المسجد بعد الفجر تقرأ قرآن للشروق، هذه الباقيات. الباقيات يا جماعة تقوم تصلي ركعتين قبل ما تنام، تصلي الشفع الوتر قبل ما تضع راسك على الفراش، هذه الباقيات. شنو الباقيات يا جماعة؟ الباقيات كل يوم تقعد الصبح أو الليل تهلل 100 مرة، هذه الباقيات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. رجل عنده عيال ما شاء الله عليه، عياله يقولون رجل صالح. أبونا ما شاء الله عليه ما في شهر شهرين إلا يروح عمره. كل مرة يطلب من واحد من عياله ها منو مستعد؟ يلا يبقى أنا. عياله بارين بعد، اللي فاضي ركب سيارته وركب أبوه وداه الحرم. عندهم بينهم بين الحرم مئات الكيلوات، لكن في خير صلاة الفجر أول واحد. يقولون عياله أبونا ما شاء الله القرآن والصلاة. شوف شلون يستعد للقاء الله الواحد فيهم. يقولون عياله يوم من الأيام قال لنا من يودينا الحرم وكلنا كنا فاضين، قلنا كلنا وياك يبا. يقول فعلا رحنا الحرم، في الميقات أحرموا، لبسوا إحرامهم، دخلوا إلى المسجد الحرام. متى دشوا؟ بين صلاتي المغرب والعشاء، مو مصلين المغرب، دشوا يبي يصلون المغرب جماعة ثم يبدأون بالطواف وهم محرمين. يقول جينا تجمعنا في زاوية في المسجد الحرام والصلاة فيه بكم؟ 100,000، وهم شنو؟ محرمين. وشوف الوقت بين صلاتين ورايحين يطوفون. شوف العبادة. يقول أقمنا الصلاة وأبونا كان إمامنا. يقول فكبر يصلي، قرأ الفاتحة، ثم بعد الفاتحة قرأ والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير. يقول فشهق أبونا، أخذ يسعل، يعني تنفسه بدأ يصعب. يقول حنا صلحنا له ظنينا أنه نسى. خير لك من الأولى، الآخرة خير لك من الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. سكت. ولسوف يعطيك، ما كمل، ولسوف يعطيك، يعيدها، وللآخرة خير لك من الأولى. يقول أبوي ما كمل، وهو واقف سقط على الأرض وقبض الله عز وجل روحه. تخيل وهو يقرأ سورة الضحى، راح يبعث عند ربه. ايش قاعد يقول؟ محرم يصلي يقرأ وللآخرة خير لك من الأولى. فرق بينه صح وبين إنسان للأسف شلون انتهت حياته. انتهت حياته للأسف على